منطقة وأحد مشاريع استخراج الملح. معنا هنا الأخ علي أحد عمال استخراج الملح في هذا المشروع، والمتوقف أصلا بسبب الأزمات المتتالية وآخرها أزمة المشتقات النفطية. السلام عليكم أخي. عليك السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله بخير، كيف أحوالكم؟ والحمد لله. طيب اليوم نريد نحن والمشاهدين أن تضعنا في صورة كيفية استخراج الملح أو مراحل استخراج هذا الملح ووصوله إلى منازلنا. استخراج يعني الملح، استخراج الملح للأكل. أيوه. ولا كيف يتم في الأكل. كيف يتم استخراجه من البحر. أيوه المراحل. من المرحلة الثانية من البحر إلى من البحر ثم إلى نعني ناكله في البطون، في الخبز والدقيق. كيف تستخرجونه أنتم هنا في هذا المشروع؟ كيف تخرجونه من البحر؟ كيف يتم ذلك في تلك المنطقة عبر المضخات حسب ما حدثتنا قبل؟ من المضخة يجي. المرحلة الأولى كيف؟ المرحلة الأولى من أين؟ من المضخة إلى المرحلة الثانية. إلى أين بالضبط تكون المرحلة الثانية؟ إلى الثالثة. المرحلة الثانية ماذا يتم في المرحلة الثانية؟ الملح. ما الذي يتم في المرحلة الثانية؟ يعني أنتم تستخرجون الملح المياه البحر عبر المضخات إلى الأحواض. إلى الأحواض حق الملح. وبعد ما تستخرجونه بالمياه إلى الأحواض ماذا يتم؟ يتم في الأكل، نشيل نبزه في البيت. طيب أنا أعلم أنكم تخرجونه حتى يتم في البحر، لكن الآن نرى أحواض. هذه الأحواض الآن ما مهمتها؟ مهمتها. هذا الحوض الآن مثلا، هذا الحوض نرى فيه الكثير من المياه لا يوجد فيه ملح. هذا الحوض مثلا ما الذي يحدث فيه هذا الحوض؟ ملح. طيب الملح هنا وتواجد الملح بهذه المنطقة.